نزلنا على اليوتيوب. نزل على طلع الحاجة فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشقة اللي قدام حضراتكم دي في عمارات الأريزونا بين فيصل والهرم. أنا بصور طبعا في الوقت اللي هو بعد الشقة دي مساحتها 180 متر، الدور السابع، عمارة مرخصة ومسجلة. ده تواليت الضيوف. ريسبشن كبير. احنا بنصور بالليل وهنا مفيش لنده راكبه، بس الريسبشن ده يعني ياخد 3 قطع على الاقل، ممكن ياخد اكتر، ياخد 3 قطع على الاقل. طبعا فيو مفتوح بدون اي مجرح على الاطلاق. وده شارع الهرم انا شايفه اهو. دي عمارات منتصر، اللي قدامي دي عمارات منتصر، وشارع الهرم باين اهو زي ما حضراتكم شايفين. البرج ده طبعا 12 دور، والشقه اللي احنا فيها في الدور السابع. فيها عداد قديم وفيها غاز طبيعي وفيها مرافق كامله. ريسبشن زي ما حضراتكم شايفين 3 قطع. الريسبشن منفصل عن الغرف، وفي تواليت للضيوف لوحده. من كده شفنا الريسبشن. نشوف جناح الغرف. دي طرقة زي ما حضراتكم شايفين. توزيع الشقة في منتهى الجمال. ده مطبخ، ده الغاز الطبيعي، ده الحمام الرئيسي. الشقة كانت ساكنة طبعا، يعني اقصى ما يمكن تعمله ان انت تعمل وش نظافه. الغرف ما شاء الله مساحتها زي ما حضراتكم شايفين، وعلى نفس فيو مفتوح بدون اي مجرح على الاطلاق اهو. نفس الفيو، شايف شارع الهرم وانا في الشقه اهو بدون اي مجرح. طبعا نادرا لما بنشوف غرف بالمساحات دي. غرفة كبيرة جدا. بذكر حضراتكم الناس اللي لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تشترك وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو عشان يصل لكل الناس. احنا كده شفنا الغرفة. دي الغرفة التانية، شايفين حضراتكم المساحات قد ايه؟ في المساحة برضو فيو مفتوح بدون اي مجرح اهو. يعني تقعد براحتك، مفيش حد جرحك، مفيش حد كشفك على الاطلاق. شارع الهرم قدامي اهو. بقرب لكم شارع الهرم اهو، شايفين حضراتكم. هقول لحضراتكم على السعر واحنا بنتفرج. المساحه الاجماليه للشقه دي 180 متر، بس تحميل قديم. احنا حاسين بال 180 واحنا بنتفرج على الشقه دي. الغرفه الثالثه والوحيدة اللي ليها شباك على منور، وغرفة كبيرة جدا برضه زي ما حضراتكم شايفين اهي. 3 غرف كبار جدا، مفيش أي غرفة صغيرة خالص على الإطلاق. السعر اللي مطلوب في الشقة دي 950,000، مطلوب فيها 950,000. نفس الشقة دي في نفس البرج اللي احنا بنتفرج فيه، بس توضيبة أعلى شوية، اتباعت ب1,200,000.
احنا منزلين حوالي 250 ألف من سعر الشقة لسرعة البيع. السعر اللي مطلوب 950 ألف جنيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.